بيقعدوا يقولوا لنا ان العلماء بتحارب عشان ترجع الديناصورات تاني وبيعملوا تجارب ومش عارف ايه. ولكن اللي انت ما تعرفوش يا عزيزي بان هما بالفعل رجعوا الديناصورات، وان الديناصورات عايشة معانا على كوكب الارض بقالهم اكتر من 5 سنين، ان هما بالفعل رجعوا اكتر من 10 انواع من الديناصورات اللي انقرضت من حوالي اكتر من 60 مليون سنة، وان ده بالفعل كان مشروع سري وشغال بقاله اكتر من 5 سنين، وكان المفروض ان احنا ما نعرفش عنه حاجة. ولكن هيتم الاعلان عن المشروع ده في الايام القادمة دي. طب ليه؟ اشمعنى؟ ببساطة لان هم فقدوا السيطرة على المشروع او على الحيوانات دي، فقدوا السيطرة، شيء متوقع جدا. فعشان كده هم اضطروا آسفة يعلنوا عن المشروع ده، عشان ببساطة لما تبقى ماشي في الشارع بالليل كده وتحس بخطوات وراك فتفتكر ان هي قطة، وتيجي تبص تلاقيه ديناصور. على فكرة في ناس كتير تعرف عن المعلومة دي، ده انا وانت بس اللي اول مرة نسمع عنها، خاصة الناس اللي بتدخل على الدارك ويب، لان في فيديوهات كتير متسربة للديناصورات دي داخل المعامل نازلة على الدارك ويب وبتتباع بأرقام مهولة. اللي هو انت لو عايز تشوف فيديو للديناصور النوع الفلاني ادفع لنا كام مليون عشان نبعت لك الفيديو ده. وطبعا في ناس كتير بتدفع وبتشتري، في ناس كتير عارفة عن الموضوع ده، انا وانت بس اللي غلابة. طيب تفتكر حاجة زي كده حصلت ازاي؟ يعني ازاي قدروا يرجعوا الديناصورات؟ او زي ما بيقولوا يعني استغفر الله العظيم، يعني هم اعادوا احياء الديناصورات. طبعا مفيش حد بيحيي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. طب ازاي حاجه زي كده حصل؟ هات بقى ايه المشروع بتاعك وتعالى لما احكي لك القصه من الاول. في اواخر 2017 العلماء او البعثات اللي بتطلع للقطب الجنوبي والقطب الشمالي وان هم يفتشوا في التلج والحاجات دي كلها، اكتشفوا بوجود اكتر من 50 بيضة متحنطة بطريقة يعني محفوظة، يعني داخل التلج ده، متحنطين داخل التلج. فطبعا البيض او يعني اي حاجة بيتم حفظها داخل التلج بتفضل ان هي محفوظة بهيئتها لفترة طويلة. فهم لما استخرجوا البيض دوت، بمجرد ما التلج داب لقوا ان البيض ده ابتدى يفقس، وبعد ما البيض ده اتكسر فوجئوا بوجود الديناصورات او اجنة الديناصورات داخل البيض ده. يعني البيض ده طلع يعود الى الديناصورات ايام لما كانوا عايشين على كوكب الارض من اكتر من 60 مليون سنة. ولما حصل النيزك او الكارثة الطبيعية والديناصورات ديت ماتت، كان متبقي البيض بتاعهم اللي تم حفظه داخل التلج في القطب الجنوبي او القطب الشمالي. وبعد ذوبان التلج ده كله لل50 بيضة، اكتشفوا ان هم امام اكتر من 10 اصناف للديناصورات، من ضمنهم طبعا محبوبة الجماهير التيركس. بس هما وقتها كانوا عبارة عن بيبيهات، حاجات قد كده. فقالوا لك بس الديناصورات ديت بمجرد ما تكبر هتدمر العالم، فاحنا لازم نحفظها بطريقة معينة في حتة بعيدة عن السكان. تمام، كلام جميل وكل حاجة. فالفكرة هنا بقى ان هما ما قعدوش احياء او اي حاجة من الكلام ده، البيت ده بالفعل كان موجود اصلا، هما بس دوبوا التلج. مش زي احنا قلنا ايه، بلاش كلام الكفار ده، لما يجي يقولوا لك احنا اخترعنا او استغفر الله العظيم خلقنا، ما تصدقش، ده كلام كفار ملناش دعوه بيه. المهم نرجع للقصه. فتم انشاء في اكتر من 3 سنين، عملوا جزيره صناعيه كامله داخل المحيط الهادي، في حته كده ايه نائيه، يعني حته كده فاضيه بعيده عن الجزر وبعيده عن البلدان، في حته في المحيط فاضيه خالص. وتم نشأة الجزيرة دي، جزيرة صناعية بغابات وأشجار ونباتات، كل ده كان صناعي. ونقلوا بالفعل الديناصورات، كانت ابتدت تكبر بس اللي هو كانت أحجامها ايه نقدر نتحكم فيها. نقلوا كل الديناصورات ديت على الجزيرة دي. طبعا الديناصورات لما تكبر يتم التزاوج ما بينهم، فعددهم هتزيد أكتر. فبدل ما كانوا 50 بيضة بس أو 50 كائن بس أو 50 حيوان بس، طبعا أعدادهم هتبقى مهولة مع التكاثر اللي هيحصل ما بينهم. فعشان كده عملوا لهم جزيرة كبيرة قوي. وقالوا طبعا كل الأصناف اللي هم اكتشفوها ما كانش فيهم ولا ديناصور واحد مائي، كلهم ديناصورات أرضية، يعني ما بيعرفوش يعوموا. فقالوا بس احنا دلوقتي حوطناهم بالمحيط الهادي، ما فيش ديناصور هيقدر ان هو ينزل، فاحنا كده نفضل في السليم منه. ودي كانت الخطة. بالفعل تم نقل الديناصورات وتعايشوا على الجزيرة ديت، وتم نقلهم في بداية 2020.
ولحد 2025 يعني 5 سنين كانوا عايشين على الجزيرة، واكلين شاربين بيتقصوا بيتجاوزوا كل حاجة زي الفل. وكانوا طبعا محطوط كاميرات، ومن خلال الأقمار الصناعية كانوا بيراقبوه، وكل حاجة كانت ماشية زي الفل وحلاوة. لحد لما حوالي شهرين بالظبط في من الأقمار الصناعية لقط لديناصور من أنواع الديناصورات اللي كانت موجودة على الجزيرة، ابتدى ان هو يسبح في المحيط الهادي. ومش بس كده، لا كمان كان سريع جدا لدرجة ان هو قدر يوصل وخلاص داخل على جزيرة هاواي في امريكا. طبعا الديناصور ده بمجرد وصوله للجزيرة ويطلع على الجزيرة ذات نفسها هيحصل كارثة على الجزيرة دي، خاصة ان اغلب الانواع ديت كلها مفترسة آكلة للحوم. في أنواع للديناصور بتبقى آكلة للأعشاب، ولكن الأنواع اللي موجودة على الجزيرة دي 90% منهم آكلين للحوم. ازاي الديناصورات دي اتحولت لديناصورات بحرية؟ هنقول ان هم تأقلموا. مفيش كائنات تقدر ان هي تتأقلم ويتغير من طبيعتها في خلال 5 سنين. الكلام ده بيبقى محتاج مئات من السنين عشان الكائنات دي تتكيف على البيئة اللي حواليها، ويقدروا ان هو ينمو ليهم زعانف وان هم يتحولوا لكائنات بحرية. فببساطة في حاجة هنا حصلت بفعل فاعل. الديناصورات ديت مش هتتحول ديناصورات بحرية لوحديها، في حاجة ريحتها وحشه حصل. بقى ان هما كمان اكتشفوا من خلال الاقمار الصناعيه ان هو ما كانش ديناصور واحد بس، لا ده في ديناصورات كتير بقوا منتشرين في المحيطات، وطبعا اتنقلوا على البحار، وبقى خلاص كلهم تقريبا نزلوا من الجزيره وانطلقوا في المحيط الهادي، وبقوا اتنقلوا لمحيط تاني واتنقلوا للبحار، وكلها بضع ايام وهيوصلوا للبلاد ويطلعوا على اليابسه على الارض. تحصل كوارث كونية بمجرد ما الديناصورات دي تطلع، خاصة ان الديناصورات ضخمة جدا خلاص وصلوا للنمو الكامل ليهم. وده طبعا حاجة غريبة جدا ان هم يوصلوا لنموهم الكامل خلال 5 سنين او 7 سنين، بس الديناصورات بتبقى محتاجة اكتر من 20 سنة عشان يوصلوا لنمو كامل وبالغ ان هم يبقوا بحجم عمارة كده كاملة. يعني فكرة ان الديناصورات كبرت بالسرعة دي تحولت لكائنات بحرية، دي مش حاجة طبيعية، دي حاجة بفعل فعل. طيب نقدر ان احنا نحل الكارثة الكونية ديت ازاي؟ تم انشاء بعثة كاملة مكونة من علماء جيوش بقى. احنا محتاجين ناس بتحارب في نفس الوقت علماء ودكاترة عشان يشوفوا هنعمل او هنحل المشكلة دي ازاي. ولكن لازم الناس تعرف حاجة زي كده، مينفعش مثلا تبقى بتعوم على شاطئ اسكندرية مثلا وانت بتعوم كده تلاقي في ديناصور قدامك، يعني ما يصحش. فعشان كده هيضطروا آسفة يعلنوا عن المشروع ده. طيب نقدر نحل الكارثة الكونية دي ازاي؟ البعثة اللي تم انشائها ديت تم انشائها لعمل 1 2 3. اول حاجة بان هم يحاولوا يحجموا على الكارثة اللي حصلت ديت، وان هم يكتشفوا ويعرفوا ازاي الديناصورات دي اتحولت لديناصورات بحرية. طيب ده هيتعمل ازاي؟ اول حاجة قبل ما نتم اكتشاف اصلا ازاي حاجة زي كده حصلت، لازم الاول نسيطر على الموضوع بحيث ان هم يعملوا زي قنبلة. تمام، القنبلة ديت هتدخل داخل اجسام الديناصورات فتنفجر من جوه، بحيث ان هي تعطل، مش هتموتهم ولكن تشل حركتهم، تخليهم مش قادرين يتحركوا. فساعتها هيتم نقل الديناصور دي تاني ويرجعوهم على الجزيرة. وفي نفس الوقت ده هيعملوا زي اسوار حديدية هتبقى محيطة بالجزيرة دي كلها، بحيث ان هم ما يقدروش ان هم يرجعوا للبحر او للمحيطات تاني. وبالفعل تم انشاء القنابل دي. طب القنابل دي بتبقى عبارة عن ايه بالظبط؟ قنبلة هيدروجينية اول ما بتدخل جسمك بتنفجر تلقائيا، بحيث ان هي تشل حركتك وكمان تخليه شبه فاقد الوعي. وطبعا عشان هما ديناصورات اجسامهم كبيره جدا، فكانت محتاجه ان هي تتعمل بطريقه معينه بحيث ان هما يبقوا متاكدين 100% بمجرد ما تدخل جسمهم هتشل حركتهم تمام، مش لو تشيل حركتهم نص كم. يعني القنبله اتعملت طبعا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، واتعملت بشكل او بهيئه سمكه بحريه، سمكه كبيره عملاقه تعوم في البحر، ورموها من خلال الطيارات في الاماكن القريبه او المتواجد فيها الديناصورات ديت، وعملوها بطريقه معينه بحيث ان ريحتها تجذب الديناصورات ديت ليها. وتم طبعا توزيعها على البحار والمحيطات في الاماكن اللي موجوده فيها الديناصورات ديت. وبالفعل بمجرد ملك اللي هي القنابل على شكل اسماك نزلت البحر،
طلعت زي ريحة معينة، الديناصورات اتجهت عليها، اكلوا السمكة ديت اللي هي بالنسبة لهم مجرد سمكة يعني او غذاء، مجرد ما اكلوها اتشل حركتهم وفقدوا الوعي نصكم يعني. ساعتها كان في زي طائرات مجهزة عملاقة كبيرة بتنزل زي كبشه كده، كبشه كبيره تنزل تاخد الديناصور ده. صحيح نسيت اقول لكم، اجسام الديناصورات على الرغم من ان هي تقيله جدا الا ان القنبله الهيدروجينيه لما بتدخل جوه بتملى جسمهم هواء، فده بيخليهم يطفوا على سطح البحار والمحيطات. فساعتها الموضوع بيبقى سهل جدا ان هم يقدروا ان هم ياخدوهم من على السطح ويرجعوهم الجزيره تاني، وبالفعل عملوا كده. وتم طبعا بناء الاسوار الحديدية على الجزيرة دي كلها لحد ما نعرف ايه اللي حصل للديناصورات ديت بالظبط. طيب بعد ما حلوا المشكلة الاولانية وخلاص نقلوا كل الديناصورات ورجعوها تاني للجزيرة قبل ما يوصلوا لليابسة ويحصل كوارث الكونية اللي كنا متوقعينها، نوصل لتاني خطوة ايه اللي حصل للديناصورات دي بالظبط. عشان يعرفوا حاجة زي كده العلماء اللي كانوا مسؤولين عن البعثة ديت لازم يروحوا للمعامل اللي اتحط فيها بيض الديناصورات من الاول، والديناصورات عاشوا فيها 2.5 كاملين لحد ما اتنقلوا للجزيرة ديت. فلازم نروح المعامل ديت. المفاجأة هنا ان هما بمجرد ما راحوا المعامل ديت لقوا ان المعامل شبه مهجورة، اللي هو يعني الاجهزة اللي فيها اتشالت، كل حاجة اتشالت، يعني الناس اللي كانت شغالين على المشروع ذات نفسهم هربوا من المشروع ده. طيب ليه تهربوا؟ مش انتوا عاملين حاجة بهدف العلم؟ يعني هم كانوا وجهة نظرهم من انهم يرجعوا الديناصور دي تاني بهدف العلم، بهدف انهم يدرسوهم حاجة يعني هتفيد العلم وتفيد البشرية، بان احنا قدرنا نرجع كائنات بالحجم ده تاني انقرضت من 60 مليون سنة، هتفيدنا في حاجات كتير قوي. ده غير ان ممكن من جلدهم ومن الدم بتاعهم ممكن نقدر نصنع أدوية، نصنع حاجات جديدة في العلم هنستفاد منهم من مراحل كبيرة جدا. وده كان الهدف من المشروع ده او الهدف الظاهري يعني. طيب ليه العلماء هربت؟ ليه هربتوا من المعامل ذات نفسها؟ البعثة كانت مكونة من دكاترة كتير طبعا، على رأسهم دكتورة مهمة جدا نقدر نسميها مثلا يعني الدكتورة سماح. يعني الدكتورة سماح دي كانت برازيلية. الدكتورة سماح البرازيلية عرفت ان في حاجة ريحتها وحشة بتحصل في المشروع ده. اصل انت مش هتهرب من مشروع زي ده غير لما تكون عامل مصيبة سودة. بسبب انه مفيش ادلة كافية لقوها في وجود المعامل ديت، حتى العلماء ذات نفسهم اختفوا اللي كانوا مسؤولين عن المشروع ده. طيب نقدر بقى ان احنا نعرف السر ازاي وهو مفيش ادلة كافية؟ ساعتها الدكتورة سماح قالت بان احنا لازم ندرس الكائنات ديت، يعني نحلل الكائنات دي ذات نفسها وساعتها هنعرف ايه اللي حصل لهم بالظبط. فقدروا ان هما بالطائرات يلفوا حوالين الجزيرة، ونفس اللي هي الكبشة الكبيرة ديت نزلت واخدت بيبي الديناصورات. ما احنا قلنا ان هما بيتقصوا، فطبعا في يعني خلفوا ديناصورات تانية. فساعتها في ديناصورات اجسامها قليلة قدروا ان هم ياخدوهم من الجزيرة عشان يحللوهم ويحللوا الدي ان ايه بتاعها ويحللوا الدم بتاعهم عشان يعرف ايه اللي حصل للديناصورات دي بالظبط. وبالفعل اخدوا كذا نوع من كذا صنف يعني. ولما جيهم اخدوا عينة من الدي ان ايه وعينة من الدم، اكتشفوا ان الدي ان ايه بتاع الديناصور او الديناصورات اللي هم اخدوهم الدي ان ايه مش مظبوط، في حاجة غلط. ده دي ان ايه مصنع، دي ان ايه مش طبيعي، وده اللي تسبب في ان الديناصورات حجمها كبرت بالسرعة دي تحولوا الى ديناصورات بحرية. لما بعد ما درسوا الدي ان ايه كويس جدا اكتشفوا ان الدي ان ايه يعني نقدر نقول ان هو 80% منه طبيعي و20% منه مصنع. ال20% ده عرفوا بان هو قريب جدا من دي ان ايه البشر البني ادمين. يعني الدي ان ايه بتاعنا شبه بنسبة كبيرة قوي ل20% من الدي ان ايه ده. فمن هنا نكتشف ان الديناصورات اللي هي البيض اللي هم اكتشفوها لعبوا في الدي ان ايه بتاعهم وخلطوهم مع دي ان ايه البني ادم، بقى عندهم وعي وذكاء زيهم بالظبط زي البني ادمين. مش زيهم بالظبط يعني،
اكيد طبعا مش زي البني ادمين، ولكن بنسبة كبيرة جدا بان هما بقى عندهم وعي كامل. يعني الديناصور دي تحولت وبقت تاني اذكى مخلوقات على كوكب الارض بعد البني ادم على طول. فبقوا بيعرفوا يفكروا ويفهموا كويس اوي، يعني مش مجرد حيوانات مش فاهمه، لا هما فاهمين هما بيعملوا ايه. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ان هما كمان اكتشفوا في الدم بتاعهم لما تحلل الدم بوجود مواد كيميائيه مصنعه تخلي الديناصورات يكبروا بسرعه جدا، نموهم يبقى سريع. ده غير ان هما يقدروا ان هما يتكيفوا، ويقدروا ان هما يبقى عندهم قدرة كاملة على ان هم يغيروا طبيعة جسمهم. فبالفعل مع وجود الوعي داخل الديناصورات ومع وجود المواد الكيميائية دي اللي خلتهم او ادتهم الحرية او الارادة الكاملة بان هم يغيروا طبيعة جسمهم، قدروا ان هم يحولوا طبيعة جسمهم بان هم يتحولوا الى ديناصورات بحرية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة في مواد كيميائية مصنعة لو اتحقنت داخل البني ادم شخصيا يقدر ان هو يتحكم في جسمه. فلما يتحكم في جسمه مخه يقدر يبعت اشارات للجسم ذات نفسه بان هو مثلا ايه، احنا مش هناكل طول اليوم وانت مش هتحس بالجوع. بالفعل ده اللي هيحصل. الجسم يقدر يبعت اشارات بان انت ممكن تنزل البحر وما تحسش ان انت بتتخنق. المخ بيتحكم في كل ده. فمن خلال المواد الكيميائية ديت المخ يقدر يتحكم في الجسم ويخليه يغير من طبيعته، بدل ما كان بيتنفس اكسجين يتنفس اكسجين برضه، بس يقدر ان هو يسحب الاكسجين اللي موجود في الماء. وده بالفعل اللي حصل مع الديناصورات. بالوعي اللي عندهم قدروا ان هم يخلوا جسمهم يتكيف على المياه، وان هم يتنفسوا الاكسجين اللي موجود داخل المياه زيهم زي السمك بالظبط. وطبعا بالوعي اللي عندهم عرفوا بان هم محبوسين داخل الجزيره دي. طيب نقدر ان احنا نطلع بره الجزيره دي ازاي؟ بان احنا نعوم في المحيط اللي موجود حوالينا. فعشان كده غيروا طبيعه جسمه وبداوا ان هم يعوموا في المحيطات والبحار، وكانوا عارفين كويس قوي هم بيعملوا ايه، وعارفين واجهتهم كويس جدا ان هم رايحين على اليابسه او رايحين على الارض. عشان طبعا بالنسبه لهم ان احنا الكائنات تهديد ليهم، وان احنا كمان اللي حبسناهم داخل الجزيره. خلي بالك هم كائنات دلوقتي بيفكروا شبه زينا بالظبط، فعارفين ان هم محبوسين في الجزيره، وعارفين ان اللي حبسهم البني ادمين. فدلوقتي بالنسبه لهم البني ادمين هو العدو الاول. ده غير ان هم اكيد طبعا عايزين كمان ايه، المهم يعني الكائنات ديت عندهم وعي بيقدروا يتحكموا في جسمهم. ده معناه ببساطة ان الاسوار الحديدية اللي اتعملت على الجزيرة كلها عدة ايام شهور، والديناصورات هتقدر توصل لطريقة معينة بان هم يتجاوزوا الاسوار ديت. يعني انت بتتكلم عن كائنات ذكية جدا، كائنات ذكية تكاد تكون بنفس ذكاء الانسان. يعني يقدر ان هو يفكر ويخطط وعارف هو بيعمل ايه بالظبط. ودلوقتي بقى بالنسبة له العدو الاول هو الانسان، خاصة بعد ما كمان تم خداعهم من خلال القنابل اللي دخلت جسمهم وانهم اتحبسوا تاني في الجزيرة، فزاد شرهم وعدوانيتهم اتجاه الانسان. طيب تفتكر ليه ممكن حد يعمل حاجة زي كده؟ يعني انتوا اكتشفتوا بوجود بيض في القطب الجنوبي، ليه ما سبتوش البيض ده ينمو لوحده؟ ليه تدخلتوا فيه؟ ليه خليتوا الديناصورات ديت تنمو بطريقة اسرع من العادي؟ ليه حطيتوا في جسمهم المواد الكيميائية ديت؟ ليه عملتوا ليه اخدتوا من وعي البني ادمين ودخلتوه داخل الديناصور؟ تحاولوا تعملوا ايه بالظبط؟ ببساطة بيحاولوا ان هم يعملوا جيش يبقى مكون من الديناصورات. يعني هما كانوا عايزين يستخدموا الديناصورات ديت في الحروب، بدل ما كانوا بيستخدموا جنود او بشر، وطبعا كنت تدخل بعراقة يا تخسر يا تكسب. دلوقتي هما لما يستخدموا جيش من الديناصورات طبعا هيكسبوا، وساعتها ده هيوفر ليهم الفرصة بان هما يقدروا يحتلوا العالم. يعني تم استخدام الديناصورات ديت في سيطرة على العالم، مش لدوافع علمية طبية للكلام ده كله. عشان كده لعبوا في الDNA بتاعهم. بس كالعادة ان انت لما تلعب في الطبيعة هتتقلب ضدك، والديناصورات دي تتقلبت ضدهم هما، والموضوع خرج عن السيطرة. طبعا بعد ما البعثة دي توصلت لكل الكلام ده، عرفوا ان الديناصورات كلها عدة ايام وهيخرجوا لنا.
ساعتها مش هيسموا علينا، وساعتها هيبقى في كوارث بتحصل. وكمان هم عرفوا فكرة القنابل الهيدروجينية، يعني احنا زي ما قلنا بان هم كائنات ذكية، فما ينفعش تستخدم عليهم نفس الحيلة تاني. نقدر نعمل ايه؟ الحل الوحيد قدامنا بان احنا نتخلص من كارثة زي ديت، وهي ان احنا نتخلص من الديناصورات. لازم نتخلص من الجزيرة ديت، مفيش حل تاني. فساعتها تم انشاء قنبلة ذرية كبيرة جدا وهيرموها على الجزيرة اللي موجود فيها الديناصورات. طبعا بسبب ان هم بعاد عن اي جزر او اي مدينة اي بلد فيها بني ادمين، فالقنبلة الذرية النووية مش هتأثر علينا. هي طبعا هتأثر على المناطق اللي حوالين المحيط الهادي بس مش هتوصل لنا يعني. فساعتها هيتم التخلص من كل الديناصورات ديت من خلال القنبله ديت. المفروض القنبله ديت هيتم القائها في الايام القادمه. لكن هل تفتكر ان هم هينجحوا في حاجه زي كده؟ هل الديناصورات كلها هتموت من خلال القنبله ديت، ولا ممكن يقدروا ان هم ينجوا، ولا اصلا ممكن القنبله ديت تكون وهميه ومفيش قنبله اصلا، وان هم هيسيبوا الكائنات ديت تكمل وتعيش كده يعني؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل في الايام القادمه؟ وتفتكروا مين اصلا اللي عمل كده؟ على فكرة لما العلماء دول هربوا ما بقيناش عارفين ايه هي هوية البلد، او مين بالظبط اللي عمل فكرة الدي ان ايه والمواد الكيميائية المصنعة. يعني ما تمش الاعتراف رسمي عن الدولة اللي عملت كده. تفتكر مين الدولة اللي ممكن تعمل كده؟ مين الدولة اللي في دماغها ان هم كانوا عايزين يستغلوا الديناصورات لاحتلال العالم، عايزين يحتلوا العالم باكمله من خلال جيش من الديناصورات؟ مين اللي ممكن يعمل حاجة زي كده؟ ايه بس كده يا جماعة، دي كانت قصة النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم، وطبعا ما تقلقوش دي قصة خيالية، محدش يخاف، مفيش ديناصورات مفيش حاجة، ولكن هي قصة خيالية بس مستوحاة، يعني قصة خيالية من تأليفي بس، يعني مش من تأليفي بالكامل، هي مستوحاة بالفعل من اخبار يكاد تكون حقيقية. يقولوا ان هي حقيقية وبيقولوا ان هي لأ. معلومة ان في فيديوهات مسربة على الدارك ويب لبيبيهات الديناصورات معلومة شبه حقيقية، يعني بنسبة كبيرة قوي بيقال ان هي حقيقية، وبنسبة كبيرة او بنسبة قليلة بيقال ان هي ذكاء اصطناعي. ولكن الفيديوهات دي موجودة وبتتباع بارقام مبالغ فيها. وفي يقال بان هم بالفعل لقوا بيض ديناصورات في القطب الجنوبي. يعني زي ما تكون قصة خيالية بس مستوحاة من احداث يقال بان هي حقيقية، والله اعلم. فانتوا ايه رايكم؟ تفتكروا ان ممكن حاجة زي كده تحصل ولا كلها اوهام؟ وبس كده يا جماعه، دي كانت قصه النهارده. اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصه سواء من تاليفه، قراءه في حته، قصه خياليه حقيقيه، ايا كان عايز نحكيها على اليوتيوب ابعتها لي على انستجرام. ما تنسوش تعملوا فولو على انستجرام وعلى تيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس على اليوتيوب عشان ما انزل قصه جديده توصلكم. بس كده، باي باي.